السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الغديوه اللي تجي تبارك الله بسيطه في المكونات ديالها وتجي رائعه، والمذاق يا البنات يا سلام. غادي نقدم معكم ان شاء الله واحد المعقوده اللي غنيه عن التعريف، يعني كل شيء تعرف معقوده، ولكن غنديروها غير في الفران البنات، بلا زيت بلا قلي البنات. وتجي تبارك الله واحد البنه فيها يا سلام، واحد الزعلوك حتى هو تيجي تبارك الله رائع. نتمنى البنات تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. هنا ان شاء الله يا ربي البنات غادي نحتاج واحد الكيلو ديال البطاطا تقريبا، واللي غادي نسلقها، والكميه تبقى اختياريه، المهم شحال ما بغيتو. غنسلقها البنات، نديرها تسلق وغادي ندوز هاد الزعلوك هذا. غادي نحتاج واحد جوج حبات ديال الدنجال، وواحد جوج حبات ديال القرعه الخضراء كورجيت، واحد شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس، جوج صوصه ديال الثومه، وواحد 4 الحبات ديال المطيشه، ولا ديروا جوج، انا هذه مطيشه عندي صغيره درت 4. هاد الزعلوك البنات تبارك الله تيجي بنين بزاف، نتمنى تجربوه. وهذه الدنجال من بعد ما قشرتها هكا شويه البنات، قشرتها تقريبا كامله، خليت غير شي خطوط هكا ديال القشره. غادي نقطعها هكا طريفات صغار. نتمنى البنات الفيديو يعجبكم، جربوا هاد الوصفات هادو، راهم تيجوا بنان بزاف. ومن بعد ما قطعت البنات الدنجال والقرعه هكا طريفات صغار، غنزيد عليهم شويه ديال الربيع كما قلت لكم، معدنوس وقزبر، دغيا تيوجد البنات هاد الزعلوك. وهادو الحبات ديال المطيشه حتى هما نقطعهم هكا طريفات، كلشي غنقطع البنات هكا طريفات صغار. الا بغيتو المهم هاد المطيشه تحكوها هكا في الحكاكه، لكم الاختيار. انا المطيشه زوينه هكا طايبه وحمراء، قطعتها غير هكا طريفات. وغادي نقطع هكا فصوص ديال الثومه، الا بغيتو تحكوهم حتى هما حكوهم. المهم في الاخر البنات كلشي تيطيب كما درت لهم تيعطي نتيجه واحده. صافي من بعد ما قطعت كلشي البنات، غنزيد شويه ديال القزبر حبوب هكا مطحون، غير نص معلقه، وواحد المعلقه صغيره ديال الكمون تيجي زوين في هاد الزعلوك، واحد شويه ديال سكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، وبطبيعه الحال زيت البلديه البنات، ولا الزيت اللي متوفر عندكم. المهم الانسان اي زيت اي حاجه عنده في دارو تيستعملها، ماشي بالضروري البنات يكون زيت البلديه. اي زيت عندنا تنستعملوها. وصافي البنات نغطيو هذا الزعلوك هذا، ما نديرو حتى قطره ديال الماء. نشعلوا البوطه وغادي نقصوا البنات البوطه مزيان. غادي نقصوا البوطه، ما نخليوهاش مجهده، لان ما غنطيبوه غير هكاك بلا ماء، ما غنديرو حتى قطره الماء. صافي ونغطيوه ونخليوه حتى يطيب. صافي هنا من بعد ما طابت لي البطاطا البنات تنمعسها هكايا بالفرشيطه وهي سخونه، غير نقشرها البنات نمعسوها في البلاصه هكا وهي سخونه باش تمعس لينا مزيان، غير بالفرشيطه ماشي بالمعلقه، بالفرشيطه تضبط مزيان. وغادي ندير لها شويه ديال الملحه، وشويه عاوتاني القزبر حبوب مطحون، ومعلقه ديال الكمون صغيره، ونص معلقه ديال السكينجبير. المهم العطريه البنات تبقى شحال ما بغيتو ديروا تديروها، ماشي بالضروري تكون هذه الكميه هذه. المهم نسمو هكا المعقوده ديالنا وصافي. معلقه صغيره ديال التحمير عامره، واحد شويه ديال الثومه بودره، ولا حكوا شي ضريس صغيره البنات، ما تكثروش الثومه لان غطيب في الفران، ما خصناش تجي فيه هذاك المذاق ديال الثومه هكا مازال ما يكون مجهد. وصافي وغادي ندير شويه ديال الربيع معدنوس وقزبر، وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات البنات في هاد البطاطا حتى تنسجم البطاطا مع العطريه، تجي المعقوده البنات زوينه بزاف. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان داك العطريه مع البطاطا، غادي نحتاجو هنا جوج ديال البيضات،
ويمكن لكم البنات اللي كالبيض غليظ يحتاجوا غير وحده، لان نشاط ليا هاد البيض، غير بيضه وحده الا كان غليظه راها كافياكم لهاد الكيلو ديال البطاطا. وهنا البنات لا شابلوغ داك الخبز المحمص، هكا الخبز اللي تتشط لينا، الخبز اليابس تنديروه في الفران، درتو في الفران يبستو شويه وتنطحنو فيه. غادي نفندو هاد المعقوده ديالنا صافي. هنا ندوز نشكلها هكا كويرات، المهم كويرات اللي بغيتو صغار ولا كبار على هاد الشكل هذا. وغادي نديرهم البنات هكا في البيض، نديرها في البيضه ونهزها بالفرشيطه، غير نديروها في البيض ومباشره نهزوها ونديروها في ديك لا شابلوغ، نفندوها مزيان في داك لا شابلوغ البنات الخبز المحمص، ونديروها في اللاطه، نصفوهم في اللاطه. تجي البنات المعقوده تبارك الله، نتمنى تجربوها اللي عمره ما جربها هكا في الفران البنات، ما يقليها ما والو، تجي اكثر من رائعه في الفران، وتجي اولا صحيه البنات، وماشي بحال الزيت، ماشي بحال ملي تنقليوها في الزيت. صافي العمليه ديالها ساهله البنات، غير نكورو، يمكن لكم تكوروا كل شيء وعاد تبقى ديروهم هكا في البيض، ونديروها في الفران البنات. الفران يكون شاعل عندنا سخون، ندخلوها الفران ونطيبوها على عافيه هكا متوسطه، ما يكونش البنات العافيه مجهده بزاف باش ما ترتق لكمش. وراه تبارك الله تطلع حتى هي تنتفخ، حتى هي بحال المقليه البنات، بحال راها في الزيت. هنا غادي ندير لها شويه الزيت هكا غير من الفوق، ندهنها غير بالشيته هكايا بشويه تقريبا واحد 2 معالق ديال الزيت، لان ضروري باش تحمر لينا وتجي زوينه، لان ما فيهاش حتى قطره الزيت لداخل البنات، ضروري ندهنوها هكا بشويه ديال الزيت، غير هكا بالشيته صافي، بلا ما نديرو عليها هكا الخطوط ديال الزيت صيفط غير في اللاطه، نديرو عليها من الفوق هكايا بالشيته صافي. نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله يا ربي، ولا عجبكم الفيديو دعمونا بلي لايك ديالكم، الله يجازيكم بخير، ما تنساوش لي لايك، الله يسهل امركم، ما فيها بس الانسان تفرج يخلي لنا واحد البصمه ديالو، الله يجازيه بالخير، ما فيها والو، الله يجعلها في ميزان حسناته. وصافي البنات هذا هو الشكل ديالها من بعد ما تندهنوها تندخلوها الفران. هنا البنات ها الزعلوك ديالنا تبارك الله من بعد ما تيطيب، مره تنطلعوا عليه هكايا صافي البناتنا تبارك الله. غادي نمعسوه مزيان لان داك الطريفات ديال القرعه تيبقاو باينين، واخا طايبين تيبقاو باينين، خصنا نمعسوهم مزيان باش يولي لنا بحال الزعلوك. تيجي البنات هاد الزعلوك تبارك الله، انا متاكده الا جربتوه غتبقاو ديروه دائما. هي حبات هكا ديال الدنجال مع القرعه تبارك الله، تجي شي حاجه زوينه. واللي تيبغي الحار البنات يمكن له يدير الحار. صافي تنمعسوه مزيان، ولا لقينا هكايا مقلي مزيان صافي، ولا ما كان مازال فيه البنات الماء لانه هو تيطلق الماء مع تيكون مغطي، ديك البخار تيرجع فيه. الا ما لقيتوهش ناشف هكايا يمكن لكم تزيدوا تقليوه. انا لقيتو تبارك الله هو هذاك، غير معسو مزيان، زدتو غير شويه فوق البوطه صافي وطفيت عليه. والمعقوده ديالنا البنات هي هذه من بعد ما تطيب تبارك الله، كما قلت لكم ما تجهدولاش الفران البنات باش ما ترتقش، انا جهدت لها الفران بزاف، تطخت هكا شويه مع الجوانب، واخا ترتق البنات ما كيبقى عليها والو تبارك الله، غير تتسحل هكا شويه وصافي، تجي تبارك الله زوينه بزاف البنات وبنينه كما قلت لكم وصحيه. نتمنى تجربوها، اللي ما عمرو جربها في الفران يديرها في الفران، وحتى هي تتنفخ البنات تبارك الله، تطلع وتتنفخ، واخا ديروهم صغار يعني تجي رائعه البنات هذه المعقوده هذه. وهذا هو الشكل ديالها النهائي البنات، تجي تبارك الله زوينه من بعد ما نحطوها هكا في طبق تقديم. والزعلوك ديالنا هو هذا تبارك الله، حتى هو تيجي اكثر من رائع، كما قلت لكم انا متاكده الا جربتوه غادي تبقى ديروه دائما. وتنحطوه هكا في طبيصلات البنات، تجي واحد الغدا تبارك الله اللي زوين بزاف وبسيط الحمد لله، مكونات ديالو بساط.
وصفة متكاملة تبارك الله. وصافي البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو. بسلام عليكم، تنتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله يا رب.